الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر دهور كلها أمين. فصل الإنجيل النهاردة يا أحبائي بيتكلم عن أبوة الله لولاده ورعايته وحمايته ليهم، وبيطمنا وبيقول لنا حتى في أشد الأوقات وفي قمة المحن أنا معاكم. مفيش أي حد يقدر يلمس شعرة من شعور رؤوسكم غير بإذني وبسماح مني. ويقول لنا كده شعرة من رؤوسكم لا تهلك. ليه يا رب كده؟ يقول لك علشان أنتم أبناء ليا. لو خدنا بالنا في البولس النهاردة من فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، يقول لنا كده كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. يعني إيه ينقضون بروح الله؟ ما هوش الانقياد اللي بلا وعي، ولكنه واحد يطيع الله ويطيع روح الله، لأن كل واحد فينا روح الله ساكن فيه. من يوم ما تعمدنا سكن فينا روح الله، يرشدنا، يعلمنا، ينذرنا، يوبخنا، يوعظنا، يصبرنا، يفرحنا، يدينا معونة. روح الله ساكن في كل واحد فينا. ويا بخت اللي بينقاد بروح الله، الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أولاد الله. يقول بعدها على طول إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف. ما هو في فرق بين أبناء الله وفي فرق بين عبيد. وربنا نفسه يقول لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء. لم تأخذوا روح العبودية، بس أنا أعطيتكم الروح اللي بيه تصرخوا وتقولوا يا أبا الآب، يا أبا الآب. روح العبودية ده اللي كان موجود وقت الناموس قبل مجيء المسيح. تلاقي اليهود بينفذوا الوصايا وبينفذوا التعاليم اللي في الناموس. ليه؟ خوفا من الله، خوفا من الله، خوفا من العقوبة، خوفا من العقوبة. وفي فرق بين واحد بينفذ الوصية بحب وواحد بينفذ الوصية بخوف. للأسف الشديد لغاية النهاردة يا أحبائي في بيننا اللي بيتعامل مع ربنا بروح الخوف. أنا هصلي له علشان ما يأذنيش، أنا هحط العشور عشان أبقى سددت اللي عليا وخلصت، أنا هعمل كذا خوفا إن هو يعاقبني. يبقى أنا لسه عايش في الناموس، أنا لسه عايش بروح العبودية. لكن ربنا عايزني أعيش كابن ليه، كابن ليه. يبقى أنا بنفذ الوصية لأني بحبه، بحب أكون جنبه، أحب أشوف نظرة الرضا منه ليا. هو ده اللي يفرحني، هو ده اللي المشجع والحافز ليا إن أنا أنفذ الوصية وليس الخوف. الفرق بين الابن والعبد فرق كبير جدا. العبد خايف من العقوبة، العبد منتظر الأجرة، العبد بيعمل كذا مقابل كذا. العبد ما هوش ثابت في بيت السيد، ولكن الابن ده يرث، ده هو الوارث. الابن باقي في بيت أبوه، الابن يسعى لمرضاة أبوه. هكذا يا أحبائي إحنا وإحنا في عبادتنا لله
بنعبده بحب، بنعبده علشان عايزين رضاه، مش خايفين من العقوبة. طبعا في عقوبة في الأبدية، ولكن مش هو ده المحرك ومش هو ده الحافز ليا ان انا انفذ وصية ربنا. روح العبودية تخليني دايما مهزوز، روح العبودية تخليني دايما خايف، روح العبودية تخليني كده باصص لربنا على انه جبار ومنتقم ومنتظر غلطة مني علشان يسجلها عليا ويحطها في سجل العقوبات اللي انا هتعاقب بيها. في التجربة لما واحد مننا بيقع في تجربة، أنا أمتحن نفسي، هل بقف وأقول لربنا ليه عملت فيا كده؟ ما أنا بصلي لك وبصوم وبحط العشور وبحضر القداس كل أسبوع وبعمل طب ليه تعمل فيا كده؟ دي روح عبودية، لأن أنا بعمل كده منتظر إن أنت تبعد عني، ما تجربنيش. لكن الابن يقول كده ما دام الله معنا فمن علينا. ربنا سمح بالتجربة أجوز فيها، جزنا في النار والماء. النهاردة كده المزمور يقول كده جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة. مش ربنا معايا؟ خلاص جزنا في النار والماء. الشعب بني إسرائيل وهم طالعين من أرض العبودية من أرض مصر، كان كل ما يقابلهم مشكلة يصرخوا يا ريتنا كنا نرجع للعبودية عند المصريين، أرحم من اللي احنا فيه دلوقتي. لكن موسى بعلاقته الحلوة مع ربنا يصرخ لربنا يقول له يا رب انظر وتحنن على شعبك، ما تسمحش ان هم يتمردوا ويفهموك غلط، يا رب تحنن عليهم. وربنا يستجيب لواحد علشان ينقذ ويرفع التجربة عن آلاف مؤلفة. لو أنا غلطت أسأل نفسي هل لما بغلط بعيش في خوف؟ في كتير مننا لما يعمل غلطة يبقى متوقع الانتقام، متوقع ان ربنا حالا سينتقم منه. ربنا يا احبائي حاشا ان يكون مثلنا نحن البشر والرؤساء والسلاطين. ربنا مش كده، ربنا ما هواش اللي منتظر ان هو يعاقب، ربنا مستني منتظر ان احنا نرجع اليه ونقدم توبة. هو ده اللي عايزه مننا، لان لو هيحاسبني على الخطية فأجرة الخطية موت. ده القانون العادل الإلهي، أجرة الخطية موت. لكن ربنا مطول باله عليا. فأنا إذا كنت بتساءل في نفسي لما أغلط امتى ربنا هيوقع بيا الغلط، مش عارف مين حصل معاه كذا يبقى ربنا ينتقم مني، مش عارف حصل لي ايه في الشغل، ما هو ده بسبب ان انا عملت كده ربنا بينتقم مني. ده فكر العبيد وليس فكر الابناء. الابن حتى لو غلط هيقف قدامه ويقول له اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك، وجاي لك بنفسي وبعترف لك وبقول لك انا غلطت. هيقبلني ويحتضني ويطبطب عليا كده يقول لي انت ابن، انت ابني، انت ترث، انت غلطت انا اشيل عنك غلطاتك وشلتها عنك على الصليب. فناخد بالنا يا احبائي ايه ردود افعالنا مع ربنا لما بنغلط او لما بنقصر في عبادتنا. هل بنتوقع العقوبة؟ هل بنتوقع انه ربنا ينتقم مننا؟ ولا انا بنفسي بجري؟ طب لو حصلت اي تجربة بعد الغلطة اللي انا غلطها جات دي مع دي، ويعني ما الحياة مليانة تجارب ومليانة مطبات. يقول كده تمموا خلاصكم بخوف ورعدة.
أخاف الله ليس خوف من العقوبة. أنا خايف أزعله، أنا خايف إن هو يرفع عني حمايته، يرفع عني أبوته، هو ده اللي يخوفني، لكن مش خايف من العقوبة. أقول له يا رب كل اللي تسمح بيه أنا راضي بيه، المهم إن أنت تكون معايا، وأنت اللي ربان سفينة حياتي، وأنت اللي ماسك دفة حياتي. إحنا بنخاف من ربنا، نعم بخاف من ربنا، ولكن خوف الحب. يقول لك رأس الحكمة مخافة الله. قمة الواحد يكون حكيم إن هو يخاف الله في كل أمور حياته. يقول لك خاف الله يا أخي، خاف الله، يعني اعتبر وعيش واشعر بوجود الله. ده ربنا موجود، ربنا موجود. رأس الحكمة مخافة الله. أصلي، أصوم، أقدم توبة، أعمل كل العبادات بحب، علشان كل ما أتعمق في العبادة كل ما هقرب منه، كل ما هيبقى ليا مكان عنده، كل ما هيحضني، كل ما يقول لك كده على الركب تدللون، زي الأب اللي قعد ابنه على ركبته ويدلله، يقول لك على الركب تدللون. فأنا بعمل وصايا لربنا علشان أقرب منه، أقترب إليه على قد ما أقدر وأتعلق فيه. بعمل الخير لأن أنا بحب ربنا، مش عن خوف من ربنا. الابن لما يطلب غير لما العبد يطلب. العبد لما يطلب زيادة في المرتب، يطلب مكافأة، يطلب ملابس جديدة، يطلب طلبات مادية. لكن الابن سقف الطلبات عنده سقف عالي قوي. سقف الطلبات عند الابن عالي قوي. أنا أحب أعيش في بيت أبويا، أحب آكل على مائدة أبويا، أحب أكون في حماية أبويا. لكن هذه كلها تزاد لكم. يعني إيه؟ يعني إحنا كأولاد لربنا بنطلب ملكوت الله، هي دي الطلبة الأولى والأخيرة في حياتنا. لكن الطلبات المادية صحيح نطلبها، ولكن أنا هدفي الأسمى إن أنا أكون عايش في حضرة الله، سواء على الأرض هنا أو في الأبدية، أبقى عايش في حضرة الله. نقول كده في حياتنا إن ربنا موجود. وجود ربنا في حياتي حافظ ليا من إن أنا أغلط، من إن أنا أتزحلق في أي فخ الشيطان يحطه لي. هيقابلني فخاخ، هيقابلني واحد مثلا يستفزني بكلمة، بتصرف، بأي حاجة. هل أنا بتزحلق وبقع في الفخ، ولا كده رافع قلبي لربنا أقول له أشكرك يا رب، بتديني انتصار على النفس، بتديني ضبط الذات. أنت يا رب ضابط الكل، وبتعطيني يا رب إن أنا أضبط ذاتي وما انفعلش وما انجرفش للانتقام، ولأن أنا أخد حقي بدراعي، وشتيمة بشتيمة وكلمة بكلمة، ويبقى حياتنا كلها زي ما يكون حريق مشتعل. ومين اللي يكون فرحان في الوقت ده؟ عدو الخير. يبقى نجح لأنه هو مفسد العلاقات، هو صانع خصومات، هو ده إبليس. فأنا عايش مع ربنا كعبد ولا ابن. الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أولاد الله. هل أنا من أولاد الله ولا أنا عبد لسه عايش في الناموس؟ ربنا يعطينا إن احنا نعيش حياة البنوة، ونعرف إننا لنا أب عظيم يحبنا، واحنا نسعى لمرضاته بكل الطرق
علشان نكون قريبين منه على الأرض وفي الأبدية. لإلهنا المجد والكرامة إلى أبد الآبدين، آمين.